لكل ست بيت شاطرة بتحب تعمل البانيه في بيتها، تابع معايا الفيديو ده للنهاية. دي فرخة 2 كيلو 200 لحم صافي لكل واحدة ست بتحب تعمل البانيه في البيت. وما بتشتريش محلات الفراخ الا اذا كان محل موثوق منه تقدر تشتري منه عادي. زي ما حضراتكم شايفين ادي فرخه 2 كيلو 200 لحم صافي، هنستخرج منها البانيه، هنشوف هتجيب وراك قد ايه وبانيه قد ايه، وهل في توفير لو عملناه في البيت ولا لا. طبعا دي فرخه 2 كيلو 200 لحم صافي هنستخرج منها البانيه، هنشوف الهيكل والبانيه والوراكه عامله كام والكبد والقوانص. طبعا تقريبا الفرخه دي 2 كيلو 200، يعني لو هنديها نص كيلو كمان او 600 جرام هتبقى 2 كيلو 800. طبعا سعر البورصه بيتراوح الايام دي من 90 جنيه، وطبعا مش كل المحافظات زي بعضها، انا بتكلم على مرسى مطروح. طبعا بتختلف كليا وجزئيا مطروح عن اي محافظه، سواء في وسط الدلتا او اي محافظه تانية، بتكون اغلى 2 3 جنيه عن باقي المحافظات. زي ما حضراتكم شايفين دي فرخه 2 كيلو 200، يعني لو هنقول 2 كيلو 800 هتعمل 280 جنيه على السعر، يعني 2 كيلو و800. لو هتقول مثلا هنديها 600 جرام كمان هتبقى 2 كيلو و800 في 100 جنيه مثلا، هتبقى عامله تقريبا 280 جنيه. هنحسب مع بعض كده. ادي مثلا ادي البانيه اهوت 750 جرام، يعني كيلو الا ربع، يعني تقريبا بيعمل 165 جنيه على سعر البانيه 220. وهنعمل في فيديوهات تانية، هنحسب في فيديوهات تانية او هنطول في فيديو تاني هنحسب بالظبط. ادي نص كيلو اهوت الهيكل، طبعا بيتراوح سعر الهيكل من 50، يعني النص كيلو دوت هيعمل بيدي تقريبا 25 جنيه. ادي الوراك كيلو هي تقريبا كيلو الا 40 جرام، يعني بتروح الكيلو الوراك عامل 115 جنيه. تمام. ادي الكبدة والقناصة تقريبا بتعمل 10 جنيه الكبدة والقناصة، يعني لو هنقول الهيكل 25 جنيه والكبدة والقناصة 10 جنيه، والوراك الكيلو طبعا بيكون على الأيام دي بيكون 115 فيما فوق أو أقل، نسب بسيطة. والبانيه بيكون سعره 220 فيما فوق أو أقل. وهنقول النسب في فيديوهات تانية بس عشان ما نطولش في الفيديو ده أكتر من كده. يعني هنقول الهيكل 25 والكبدة والقناصة 10، أدي كده 35، والبانيه 165، وعندك الوراك 115، تقريبا كله بيكون 315 جنيه. لو هنطلعهم من ال 280 اللي هو سعر الفرخة، بيتوفر معاك زي تقريبا مثلا 25 جنيه أو 30 جنيه، بيكون مكسب في الفرخة أو توفير في الفرخة، وبيكون برضو أنت عامل الحاجة ديت طبعا على إيدك أو يعني بعينك أنت عاملها في البيت عندك، وبيكون توفير وأفضل. والفرخة الكبيرة طبعا هي اللي بتديك بانيه مش أقل من 2.5. هنعمل لكم فيديو بقى، فيديو روعة الفترة الجاية إن شاء الله، حسبة مثلا 10 فراخ، فيديو يعني ممكن توفر لك 1000 جنيه. 1000 جنيه طبعا الناس اللي داخلة على رمضان وبتحب الوصفات والكلام ده كله، إن شاء الله الفترة اللي جاية هنحسب نسب وتناسب البورصة كمان، يعني في 10 فراخ تقدر توفر لك 1000 جنيه عن سعر المحل. طبعا هنقوله في فيديو خاص، وهنشرح كل ده في فيديو ان شاء الله. لو عجبك فكرة الفيديو يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. واتمنى لو استفدت حتى لو معلومه بسيطه ما تنساش تدعمنا بالاشتراك الجميل وتفعيل زر الجرس واللايك عشان يرفع الفيديو لاكتر عدد من الناس، كده يبقى في توفير 25 جنيه و30 جنيه عن المحل.